5 in 1 هو مسلسل رمضاني لعام 2025 يجمع بين 9 من أبرز مشاهير السوشيال ميديا في العالم العربي، منهم غيث مروان، سارة الورع، محمد عتال، عزت زعرور، رامي حمدان، لين محمد، رغدة كيومجيان، إسلام أفرو، ولانا محمد. المسلسل من تأليف وإخراج محمد عتال ويتكون من 7 حلقات. سيعرض حصرياً على منصات التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان، مما يجعله أول مسلسل رمضاني يبث بالكامل عبر هذه المنصات. ما خلصت السانسكرين. جبتي معك السانسكرين؟ هي آخر مرة بعملها. طبعاً. ايش السبب؟ سكين روتين ولا؟ شوف، لأي حد متزوج أعتقد إنه حيفهم السبب. تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق، حيث يجتمع هؤلاء النجوم في قصة تجمع بين الكوميديا والدراما مع التركيز على قضايا شبابية معاصرة. يستعرض المسلسل تجاربهم الشخصية والمهنية، مسلطاً الضوء على التحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية، بالإضافة إلى العلاقات الإنسانية التي تنشأ بينهم. يهدف 5 in 1 إلى تقديم محتوى ترفيهي يجمع بين المتعة والفائدة، مع تسليط الضوء على قضايا تهم الشباب العربي. من المتوقع أن يحظى المسلسل بمتابعة واسعة نظراً لشعبية المشاركين فيه وتأثيرهم الكبير على منصات التواصل الاجتماعي. توقعات لأحداث المسلسل: 1. البداية الغامضة. تبدأ القصة عندما يشارك جميع المشاركين في مناقشة غامضة يشارك فيها الجميع في فيلا دون معرفة من أرسلها، ليجدوا أنفسهم يتوصلون في سلسلة من الأحداث غير المشروعة. الصراعات السرية. مع مرور الوقت تبدأ الخلافات بالظهور، وكل شخصية تحمل سراً خاصاً قد تغير الأمور، مثل خلافات سابقة بينهم أو الضغوطات الشهرية التي تعرفها. 3. هدف مشترك. 1. يكتشف أن هناك شخصاً يراقبهم أو يتلاعب بهم عبر وسائل التواصل، فيقرر الفريق الانضمام لحل اللغز، مما يدفعهم لمواجهة ماضيهم ومخاوفهم الشخصية. 4. مواقف كوميدية عفوية. رغم الطابع الدرامي، ستكون هناك مشاهد مليئة بالكوميديا، مثل تحديات طريفة بين الأصدقاء أو مواقف محرجة تحدث أثناء مواجهتهم التعايش مع التعاون في مكان واحد. 5. لحظات درامية مؤثرة. قد تكون هناك طرق تستعرض تجارب واقعية مثل التنمر الإلكتروني، ضغوط العمل كمؤثر، والاختلافات الثقافية بين المسلسل الكوميدي. 6. النهاية. الحلقة الأخيرة قد تحمل مفاجأة غير متوقعة، مثل أن يكون التعاون جزءاً من تجربة تم دمجها وتنسيقها ليؤثر على مدى الحياة السوشيال ميديا على حياتها الحقيقية. مشاهد التفاصيل التي يمكن أن تخطر في المسلسل: الحدث الرئيسي، المكان، قاعة الاجتماعات الفيلا، يجلس الجميع حول الحضور متوترة، حيث يناقش النقاش بين غيث مروان ومفاجأة زعرور بعد اكتشاف قادر قسم فيديو شخصي عبر الإنترنت. يحاول رامي حمدان تهدئة الأمور بينما يسخر رغد كيومجيان من الموقف، لكن الأمور تؤثر على خلافات أخرى نتيجة لتوقف دائم كأصدقاء أو مجرد زملاء عمل. مشهد صحيح، المجنون، المكان، الخلفية. في ليلة يقرر الفريق تحدي الجنوني بدون دراجاتهم لمدة 24 ساعة، ولكن سرعان ما يبدأ التفتيش والملل في السيطرة عليهم. وتوقفت كوميدية مثل محاولة إسلام أفرو للتواصل بالإشارات، بينما فشلت سارة الرعا في تذكر كيفية استخدام القلم والورقة الفعالة لرسالة. مشهد وسط في السر الغامض. المكان، غرفة أحد الشخصيات في الليل. تستيقظ لين محمد بعد سماع أصوات غريبة لتجد رسالة غامضة مكتوبة على الأمير: لا تثقوا بأي أحد. تستدعي محمد عتال ورامي حمدان، وقاموا بجمع الأدلة لمعرفة من وراء هذه الأشياء. ماش النهاية الصادم. المكان، تيست داخل الفيلا الزجاجية أمام شاشة ضخمة تم تخصيص مقاطع فيديو من أجلها عاشوها، ليكتشفوا أن كل ما حدث كان جزء من تجربة تفاعلية تم مؤثراتها منذ تأثرهم بالسوشيال ميديا. يظهر شخص غامض ويقول: أنتم لستم كما تعتقدون، بل كما يراكم جمهوركم. ينتهي المشهد بالصدمة والدهشة الجميع،